عموما نقول ألف مبروك للهلال، بطولة رقم 51 في مسلسل بطولات الزعيم. الموج الازرق جاكم، الموج الازرق اللي بيها بخطاكم والخصم يغرق. الموج الازرق جاكم، الموج الازرق اللي بيها بخطاكم والخصم يغرق. رافع الراية زرقا يا الهلال، الفخر لأجلك يا مقال وقال. زرقا يا الهلال يا مقال وقال، ما يردك على امجدك سبب، انت الاول وما فيها سؤال. الله الموج الازرق جاكم، الموج الازرق كل اللي يهاب اخطاكم والخصم يغرق. يا هلال يا هلال البحر لونك وامواجك ثقل، مرعب خصمك قوتك الجبال. وامواجك ثقل قوتك الجبال، راقي لعبك تشرح به ادب، الرضا بالفوز غير ذا محال. الموج الموج الله الله الموج الازرق جاكم، الموج الازرق كل يهاب اخطاكم والخصم يغرق. يا هلال يا هلال. ألف مبروك للهلال وفوز رائع وجميل طبعا للفريق. بطولة 51 وطاهر الأسبوع الجاي 52. دوري خلاص، دوري خلاص، يعني دوري خلاص من زمان احنا نقول خلاص. يعني المفروض نقول 52 52 انتهى الموضوع. فكر في 53. هلال يفكر كأس، يفكر وش دخلني؟ يفكر في بتفكر يقول هلال يفكر في بطولة 53 كأس دوري خادم الحرمين، ومن حقه يفكر وهو الفريق الأجهز. لكن ايش آثار هالبطولة؟ هذا اللي حنشوفه قدام، وأتمنى صادقا لمصلحة الكرة السعودية والمصلحة اللي ما يكون لها أثار سلبية نستفيد لا الهلال ولا غيره من تأثير. والحقيقة أنا أتمنى لمصلحة الكرة السعودية لا يزعلوا علي الهلاليين، أنا أتمنى ما تجيبون كأس الأبطال بصراحة. يعني أتمنى يا الاتحاد يا النصر يا الأهلي يا الشباب، مشروطة بمستوى فني جيد. يعني كانوا من تداول البطولات. يعني فريق زي الاتحاد او الشباب او حتى النصر في الفتره الاخيره قادر انه يحقق الكاس. يمكن الاهلي البعض يقول لكن الاهلي في تحسن، لكن يعني ما ادري بس ممكن يحقق. لا بس فنيا النصر الاتحاد الشباب النصر يمكن اجهز وبعد الاتحاد والشباب. النصر والشباب والاتحاد اكيد منافسين اقوياء ومحتملين بشكل كبير جدا، ويفترض انه يعني احد منهم ما يسمح للهلال عاد كوش على كل شيء، يخف علينا شوي. واحده لله يعني باص بس ودي ادلع، عارف ودي ادلع يعني ودي مره كذا النصر نقلبها نصر وعالمي ونجيب لكم لقطات ريال مدريد والله يستاهل، مباريات كاس العالم موجوده عندنا، ويعني عارف نحتفل، نجيب ابو خالد الله يرحمه تصريحات مقاطع، ونجيب ماجد عبد الله وهو ودنا نخدم عارف بس مو حاصل. وانت تقول ما اعطى فرصه، وده يخدم الهلال بس ما اعطى فرصه. اي يعني عارف ودك مره يعني اليوم الوحده كانوا الشباب مرتبين يعني سيناريوهين، لو فاز الوحده او فاز الهلال. حتى الشباب يقول لهم التغيير زين يعني ترى على فكره يعني مو عشان لا اي احد ياخذها ان احنا ضد احد، بس التغيير جميل يعني عارف لما تشوف مره البطوله تصير كل الناس فرحانه. لكن ايضا نجاح العمل لما تشوف نتائج العمل المتقن، العمل الاحترافي ايضا يفرحك كرياضي تنظر لمنظومه رياضيه. بالضبط بس يعني تعرف في ناس من الجمهور احنا في الاخير تحرص انك يكون للجوله ذكرى جميله مع كل مشجع، لكن الذكرى هم يصنعونها اول وانت تظهرها يا ابو بدر، لكن اذا ما صنعوها
عموما شكرا لك ابو تركي. شكرا ابو بدر، سعيد بوجودي معك في الاستديو مع الزملاء، سعيد بتواجدي مع المشاهدين بالمشاعر اللي قاعد اجدها. الف شكر على ما نجده من تفاعل. ثقوا ان صادقين معكم ونحترمكم انتم ونقول راينا بكل تجرد في هالبرنامج. ودك تجلس معنا بكره بعد؟ والله انها جميله، لكن ظروف العمل احيانا صعبه، لكن والله جميله جميله جميله. تسلم ابو تركي، يعطيك العافيه. شكرا للاستاذ طلال الشيخ. شكرا لكم اعزائي المشاهدين مع حلقه الجوله ونهائي كاس ولي العهد السعودي لكره القدم. الهلال يفوز على الوحده ب5 أهداف مقابل شيء. نودعكم كما بدانا بالعناوين ونقول لكم قبلها تمسون على خير. الهلال قالها للوحده، والله كان ودي اختم. أبعدوا هذا الرئيس، إنه يجعلها منافسة فردية. خلصنا من رادوي وولهامسون، ناقصينك يا جدع. ضغط كهربائي يعطل مولد كشاف ملعب مكة. دوري خلصت بدري، حتى الكاس ما سلم منك.